الدنيا خمر الشيطان، من شرب منه لم يفق إلا نادما في عسكر الموتى من الغافلين. الذي ينغمس في الدنيا، في شهوات الدنيا، في لذات الدنيا، في بهرجة الدنيا، يريد أن يحصل منها المال، تركيزه كله على الجاه، تركيزه كله على المنصب، تركيزه كله على صولجان الدنيا وبهرجتها وزخارفها. فمتى تطلب الأنس بالله هذا لن يفيق إلا وهو بين يدي الله محاسب، قد ضيع الدنيا، لذة الدنيا وبهاء الدنيا وجمال الدنيا وحلاوة الدنيا في طاعة الله، وضيع الآخرة في أن يكون من الآمنين وأن يرى وجه رب العالمين. والله لو يعلم الإنسان أنه بعدم إصلاح قلبه يضيع على نفسه هذه الفرصة لكان هذا كفيلا بأن يذيب قلبه، بأن يميته، يعني يهلكه، أنه يعلم أنه ربما يحجب عن الله في الآخرة. كيف يحجب عن الله في الآخرة؟ ما هي الذنوب لو تكاثرت على القلب تجعل على القلب الران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن لم يتب صارت النكت على قلبه فذلك الران.